السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هعمل معاكم الكفتة المحمرة بطريقة سهلة جدا. تعالوا يلا بينا نشوف. معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة ما فيهاش دهن خالص، ومعايا بصلاية كبيرة وبطاطساية وسط فرمتهم في الكبة. هنحط البطاطساية على وطبعا صفيت منهم المية كويس جدا، مش عايزة المية بتاعتهم خالص، هنصفيهم كويس جدا جدا جدا. وهنحط البصلة والبطاطساية على اللحمة، واللحمة ما يكونش فيها دهن خالص، لحمة حمرا صافية. هنحط بقى التوابل بتاعتنا، واهم حاجة برضو هرجع اقول لكم صفوا البصلة والبطاطساية كويس جدا. حطينا فلفل اسمر، ملح. انا بعمل كمية الملح، الفلفل الاسمر، التوابل عموما على حسب الكمية اللي قدامي. كمون، وكزبرة ناشفة. واهم حاجة بقى هي معلقة بيكنج باودر، هو ده بقى السر في الكفتة المحمرة. هنقلبهم كويس جدا وهرجع لكم بعد ما قلبتهم كويس. هنصبع الكفتة. تمام، هعمل كده كام صبع معاكم. لحمة حمراء صافي ما فيهاش اي دهن خالص، بصلاية كبيرة وبطاطساية وسط. هنفرمهم في الكبة وهنصفي منهم المية نهائيا، عشان لو فيهم مية هتخلي الكفتة تفك. وهنحط التوابل، فلفل اسمر، ملح، كمون، كزبرة، واهم حاجة هي معلقة البيكنج باودر، عشان دي اللي هتخلي الكفتة طرية وهشة كده من جوه وهتنفشها معاكي. بس بتصبعيها بقى بنفس الطريقة دي كده. دايما بحس ان الكفتة المحمرة دي مهدور حقها، يعني محدش بيعملها كتير قوي، مع ان بيبقى طعمها جميل جدا. بس هخلص الكمية بقى وارجع لكم. بعد ما خلصت كمية الكفتة معايا اهو، هنجيب بقى بيضتين او 3 بيضات، هنحط عليهم فلفل اسمر وهنضربهم كويس. ومعايا بقى البقسماط، هفضي كده بس في الطبق. انا دايما بحط البقسماط بتاعي في علبة وببهره بالفيجيتار الحار. براحتك بقى انتي بهريه لو مش بتحبي الفيجيتار الحار براحتك، ممكن بقى ملح وفلفل. بس هنحط الكفتة في البيض وهنقلبها كويس جدا في البيض، وهننزل بيها في البقسماط. تمام كده. بس هنعمل بقى كده اللي اعمل معاكم دول، بس بنقلبها كويس جدا في البقسماط، كل حتة فيها تاخد البقسماط يعني كويس اهو، زي ما انتوا شايفين كده. عايزه بقى تلبسي الجوانتي براحتك، انا بالنسبه لي مش بعرف استخدم الجوانتي قوي، يعني ما برتاحش فيه بصراحه. بس هكمل بقى الباقي مع نفسي كده وارجع لكم. وبكده خلصت كميه الكفته، عملتها كلها في البيض والبقسماط، ويلا بينا على البوتاجاز. هنحمرها بس مش هحمرها كلها، انا هحمر على قد اللي كان هيتغدى. وانا عاده لما بعمل الكفته المحمره بعمل جنبها كفته مشويه، لان مش الكل بيحب الكفته المحمره عندي في البيت. وجهزت الشبكه دي جميله جدا بصراحه. واول ما الزيت يغلي معاكي انزلي بالكفته، مش هتفك معاكي خالص طول ما انت عامله الخطوات كويس جدا. وزي ما قلت لكم كده، اهم حاجه البصله والبطاطسايه نصفيها من الميه تماما. بس هحمر كده على قد اللي كان هيتغدى وخلاص. الصينيه الشبكه دي جميله قوي يا جماعه بجد، بتصفي الحاجه حلوه قوي قوي. يعني من اجمل الحاجات اللي جبتها للمطبخ بصراحه.
اول ما تاخد لون حلو كده، لون ذهبي، طبعا انت بتقلبيها بقى على من الجنب ده للجنب ده. اول ما تاخد اللون الذهبي خلاص بنطلعها يعني. ولو وصلتم لحد هنا من الفيديو، ريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وتكتبوا لي تعليق حلو زيكم، وتقولوا لي بتتابعوني منين. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بس هي كده بالنسبه لي لونها تحفه. وكده الكفته خلصت. طلعها بقى على الشبكه دي، تصفي الزيت بتاعها. بس تطلعها على مناديل مطبخ براحتك. وبكده اكون خلصت معاكم. يا رب تعجبكم، وجربوها بجد ان شاء الله هتعجبكم، ومستويه من جوه جدا. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.